لما حد يجي يبين لك انه كان بيلعب بيك او انه كان بيتسلى بيك وانه مش هينفع يكمل معاك، ملامح الصدمة ما تبانش على وشك، ملامح انك متفاجئ ما تبانش على وشك، بكل هدوء كده تقوله طب ما انا عارف. لان انا كمان ما كنتش واخد الموضوع جد اصلا من البدايه، ده انا كنت بجرب اعيش مشاعر جديده كده على حياتي، بس انا مش بتاع جواز خالص، انا بهزر كده بشوف الدنيا، بشوف يومين حلوين. فمين اللي قالك اصلا ان انت كنت بتلعب بيا؟ ما احنا الاتنين مش هنكمل ليه؟ هو انت كنت فاكر اني هكمل واني واخد الموضوع جد؟ بس كده. وروح بقى عيط وصح دموع في بيتك مع نفسك، اتفاجئ واتصدم واكتشف ان انت كنت مضحوك عليك مع نفسك، واعمل اللي انت عايزه مع نفسك، لكن قدامه لا، انت كنت عارف اصلا من البدايه فما تضحكش عليك. قدامه انت مش مغفل، قدامه انت واخد حقك تالت ومتلت، وانت مع نفسك بقى في الاوضه اتصدم براحتك وحاسب نفسك، لكن ما تروحش تحاسب نفسك قدامه وتغلط نفسك قدامه وتقول قدامه انا غبي ان انا صدقتك، انا غلطان ان انا ضيعت وقتي معاك. لا، ده مع نفسك انت في اوضتك مش معاه هو، وهو ماله اصلا بالكلام اللي انت بتحاسب بيه نفسك. فلو انت بينتله كل الزعل والعياط اللي جواك هتبقى كده اتوجعت مرتين، مرة عشان انت متضايق ان هو كان بيلعب بيك، ومرة تانية عشان انت كان شكلك وحش قدامه وانت باين انك ضعيف ومنهار ومصدوم ومش عارف تاخد حقك. لكن لما خدت حقك منه احنا كده خليناهم مرة واحدة بس، وهي ان انت متضايق ان هو كان بيلعب بيك، وساعتها هتبقى متضايق مع نفسك وفي اوضتك ومقفول عليك وبراحتك، فبقى الوجع واحد بس مش وجعين. امين.